كل الناس بتقولك تشتغل فريلانسر، بس محدش بيقولك ازاي تشتغل فريلانسر. والنهارده هنتكلم عن اهم الفروق ما بين اهم منصتين موجودين، وهما منصة مستقل ومنصة ابورك. اول فرق وهو اللغة. موقع مستقل بيتارجت الجمهور اللي قاعد في الوطن العربي وبيتكلم لغة عربية. اما موقع ابورك فهو بيتارجت الجمهور اللي في العالم كله، واللغة الاولى عليه هي اللغة الانجليزية. تاني حاجة وهو نظام الدفع. موقع مستقل بيشترط ان يكون عندك حساب بنكي او باي بال عشان يقدر يحولك فلوس، والشرط التاني علشان التحويل يتم ان لو هتحول على حساب بنكي لازم يكون المبلغ اكتر من 250 دولار، ولو هتحول على باي بال لازم المبلغ يكون اكتر من 25 دولار في المره الواحده. اما موقع اب وورك فهو بيتيح لك التحويل على حساب بنكي او على باي بال او على بايونير، وبرضه بنفس الاجراءات. تالت فرق وهو مده التحويل. اب وورك تقريبا بيقعد 48 ساعه علشان يقدر يحول لك الفلوس بتاعتك، لكن موقع مستقل الفلوس بتفضل هولد تقريبا 15 يوم لغايه لما تقدر تحولها، وبتقعد 7 ايام كمان علشان يحولوا لك الفلوس على حسابك البنكي، او بتقعد 24 ساعه علشان يحولوها لك على باي بال. رابع فرق ما بين المنصتين وهو العموله. على موقع مستقل العمولة ثابتة 15%، أما على موقع أبورك فهي عمولة بتعتمد على قيمة المشروع التراكمية ما بينك وما بين صاحب المشروع، بتندرج من 20% لغاية 5%، تكون على حسب قيمة المشروع وعلى مدة المشروع. خامس نقطة، مش هقول لك قوة المنافسة، بس هقول لك قوة المشاريع اللي بتبقى على كل منصة. يعني مثلا موقع مستقل بتبقى المشاريع عليه من ضعيفة لمتوسطة، بتتراوح من أول 25 دولار لغاية 500 دولار، ونادرا لما كنت بشوف أي مشروع فوق ال 500 دولار. اما موقع اب وورك فالمشاريع بتبدا من اول 5 دولار لغايه ملايين الدولارات حرفيا، في ناس بتقبض فوق ال 10000 دولار في البروجكت الواحد. وده هيعرفك بالتالي قوه المنافسه على كل منصه، ان المنافسه على موقع مستقل ضعيفة لمتوسطة، على موقع اب وورك من متوسطة لعالية جدا. سادس نقطة هي طرق التقديم على عروض الشغل. انت عندك في موقع مستقل بيبقى ليك عرضين بس في اليوم لو انت واخد النسخ المجانيه، لو انت واخد النسخ المدفوعه بيوصل معاك لحد 6 عروض في اليوم. اما على موقع اب وورك فانت بتاخد حاجه اسمها كونكتورز، دي اللي بتقدر تقدم بيها، وتقريبا كل مشروع بياخد 8 كونكتورز على حسب ضخامه المشروع، وعلى حسب انتاجيه المشروع، وعلى حسب البروبوزل، وحسب الناس اللي مقدمه معاك. فانت دلوقتي بكل بساطه عرفت الفروق ما بين كل منصه، وتقدر انت دلوقتي تحدد انهي منصه اللي هتبدا عليها. تنساش اللايك والفولو، واستنى الفيديوهات اللي جايه. سلام.